عندنا قصة عن أحد الآباء بيقول كان بخيل وما بيديش للفقراء أبدا، وبعدين فاتت عليه ست أرملة وقعدت تترجى، فلقى جسر نشفة راح خبطها في وشها وقال له خدي دي. وبعدين في تلك الليلة حلم انهم واخدين روحه وماشيين بيها في الأبدية، طلعت روحه وطلعت، وبعدين ودوه في أوضة وقالوا له هي دي أوضتك، ففتحها ما لقاش فيها غير كسرة الخبز اللي اداها للمرأة الفقيرة. فتحول من ذلك الحين إلى إنسان رحيم جدا، وباع كل أمواله وأعطاها الفقراء، ولما لم يجد شيئا يبيعه باع نفسه عبدا وبثمن نفسه أعطاه للفقراء، لأن عرف اللي هو بيعطيه هو ده اللي بيقبله. اكنزوا لكم كنوزا في السماء